من ضمن مميزات البرمجة إنها سهلة التعلم. مش قصدي سهلة التعلم فكرة البرمجة نفسها، ولكن الأدوات والحاجات اللي أنت محتاجها عشان تبتدي تتعلم برمجة بسيطة جدا. ده ممكن لابتوب صغير أو من على الموبايل حتى. الحياة بقت سهلة، يعني أنت تقدر تستخدم حتى اليوتيوب أو أي فري كورسز أونلاين عشان تتعلم تكتب كود وتتعلم أساسيات البرمجة وتمشي واحدة واحدة وتقدر تبني أبليكيشن فعلا. مفيش حد مننا إلا في مرة قاعد يفكر كده، سواء هو أو هو وأصحابه، إيه ده؟ إحنا ممكن نعمل أبليكيشن زي أمازون مثلا، ممكن نعمل أبليكيشن زي أوبر ولا فيسبوك. ما يلا بينا نقعد ونعمل الأبليكيشن ده ونبيعه ونكسب ودولارات وملايين وهكذا، وطبعا طموحات واحلام، ويلا بينا نبني ابلكيشن ونتحدى بيه الشركات العالميه دي، بما ان احنا معانا الادوات بتاعتنا، اللابتوب والكود اللي احنا بنعرف نكتبه والتكنولوجيز والادوات اللي هتساعدنا. طيب هل ده بيوصل لمرحله النجاح؟ هل محاولاتك انت واصحابك ولما يجي كلاينت يطلب منك ابلكيشن زي امازون بمنتهى البساطه كده، هل المحاولات دي بتنجح؟ انت عندك المعرفة الكافية كشخص واحد او كتيم مبتدئين انك انت توصل بسيستم او بابليكيشن للمستوى الاحترافي ده؟ على فكرة الناس اللي بتنجح انها توصل بمجموعة مبتدئين او ناس حتى مش مبتدئين محترفين بس ما عندهمش الامكانيات الجبارة للسيستم دي، الناس اللي بتنجح في ده أقلية جدا، نسبة قليلة جدا 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 اللي بيعرف يتحدى الكيانات دي ويقدر يطلع بسيستم ينافس بيه. لكن في الغالب الأنظمة الكبيرة دي بتتبناها الشركات الكبيرة. ايه اللي يفرق بقى شركة كبيرة زي أمازون ولا فيسبوك ولا مايكروسوفت ولا أبل عن شوية ناس قاعدين على القهوة وكلهم تقريبا بيعرفوا يكتبوا سطرون كود وعايزين يعملوا ابلكيشن؟ ايه الفرق بين ده وده؟ قبل ما اشرح لك الفرق بين ده وده، خلينا نتكلم على هندسة السوفت وير نفسها. هي السوفت وير انجينيرنج يختلف عن اي انجينيرنج تانية ولا زيها؟ علشان تقارن لازم نتفق على نقطة مهمة جدا. السوفت وير انجينيرنج في عالم الصناعات هي لسه صغيرة جدا، عمرها قصير جدا جدا جدا. يعني لو هتقارنها بأي صناعة تانية، السوفت وير انجينيرنج أصلا يعتبر لسه بادئة. حتى لو انت شفت كل التطورات اللي بتحصل فيها دي، فهي في عمر البشرية قصير جدا جدا. هي بدأ نقدر نقول من الخمسينات ولا الستينات. حتى طبيعة البرامج اللي كانت بتتكتب في الوقت ده غير خالص اللي بيتعمل دلوقتي. صناعة زي صناعة المباني، الناس بتبني بقالهم آلاف السنين، الميكانيكا بقالها مئات السنين، الصناعات التانية بقالها كتير جدا، وصلت لدرجة من النضج ان الشركات والمصانع والناس بقت فاهمه البروسيس بتاعه التصنيع او النوع ده من الهندسه. لكن السوفت وير انجينيرنج لسه طالع اول امبارح، فكميه التغيرات والتطورات اللي بتحصل في الصناعه دي او في البروسيس اللي بتنتج السوفت وير كبيره جدا، تكاد تكون بشكل يومي. كل يوم في افكار جديده وتكنولوجيز جديده. وكمان على الناحيه الثانيه لغايه دلوقتي الناس مش قادره تفهم تصنيع السوفت وير كاملا من اوله لاخره بيتم ازاي. وكل شركه ليها طريقه، وكل شركه بتوصل للاند ريزلت بشكل مختلف. بس الثابت والمؤكد ان المنظومات الضخمه والشركات الكبيره والشركات الاحترافيه بيكون عندها بروسيس لتصنيع السوفت وير. مفيش حاجه اسمها انا وانت نقعد ونشوف فكره ابلكيشن ونروح نعملها. الموضوع بياخد وقت ومجهود قبل ما الديفلوبر يبتدي اصلا يكتب كود. ملخص سريع كده عن الادوات او المراحل اللي بتوصلك للسوفت وير الاحترافي. علشان خاطر الصناعه دي جديده، اول ما بداوا يعملوا بروسيس للسوفت وير جابوا الهندسه التقليديه وقلدوها علشان يوصلوا لسوفت وير انجينيرنج بروسيس مفهومه ومتفقين عليها. وده كان الووتر فول موديل. الووتر فول موديل هو الموديل اللي بيعتمد على ان كل مرحله من مراحل السوفت وير بتخلص بنسبه 100% قبل ما تسلم المرحله اللي بعدها. والووتر فول موديل لغايه دلوقتي في شركات كتيره متبعاه، خصوصا الحكومات والبنوك وشركات كبيره بالحجم ده عندها بروسيس. لازم كل حد يبتدي يشتغل في حاجه بيكون متأكد ان اللي قبليه خلص بنسبة 100%. هفهمك يعني ايه الستيجز دي.
يعني مثلا قبل ما نبتدي نشتغل في السوفت وير بتاعنا او اول ما نبتدي نشتغل لازم حد يعمل بيزنس اناليسيس او يانلايز يعني السيستم ده ويشوف البيزنس عامل ازاي ويعمل كل الحاجات المطلوبه علشان يتاكد ان الفيتشرز المطلوبه من السيستم هي 1 2 3. فليكن مثلا لو احنا بنعمل سيستم اي كوميرس زي امازون يبقى عايز مثلا صفحه البرودكت يبقى فيها ليست اوف برودكتس دي فيتشر، وصفحه البيع او ان انا هشتري هيبقى فيها الفيتشرز الفلانيه وهكذا. حد بقى بيقعد يخلص كل ده كله بنسبه 100%. الووتر فول موديل ما بينقلش من مرحله للتانيه غير لما كل واحد يخلص خالص، بيزنس اناليست يخلص كل اللي هو بيعمله ويساين اوف، بمعنى ان هو يتاكد ان كل حاجه خلصت والناس تمضي وهكذا، وده سايند اوف خلاص. بيزنس اناليست هيخلص ده ونظريا هيروح ويسلم لواحد بعده اللي هو هيبتدي يعمل تصميم للسوفت وير اللي هينفذ البيزنس ده. طيب اللي بعده هيعمل ايه؟ برضه هيعمل تصميم لكل ده وازاي البيجز دي هتتعمل، ازاي الفيتشرز دي هتتعمل، والتصميم ده بيكون اوفر اول يعني من فوق مش لازم بالتفاصيل، ويتاكد ان التفاصيل دي هتغطي ده ويعمل ساين اوف، يراجع ويشوف الناس التانية اللي بتكونتريبيوت لده، وده في الغالب بيبقى الاركتكت. ساين اوف خلاص خلصنا، نبتدي ندور على التيم ليدر. وخلي بالكم في بروجكت، طبعا بروجكت مانجر هو اللي بيمانج الستبس دي، والتيم ليدر ياخد تقسم تاسكات يدي للناس. كل حته بتخلص لازم يخلص ديفلوبمنت بشكل كبير، الكواليتي تيست، كواليتي ساين اوف لو الحاجه كامله وهكذا. بعدين الكواليتي انجينيرز خلصوا تيستنج، بيبقى فيه بعد كده يوزر اكسبتنس تيستنج اللي هو البيزنس اناليست او حد من نفس التيم يبتدي يشوف هو بيميت الريكويرمنت دي ولا لا، ولو بيميت الريكويرمنت دي يبتدي ايه يساين اوف هنا، ونشوف هنطلع البرودكشن امتى ولايف وهكذا. الملخص يعني ان الووتر فول موديل ده اتعمل عشان خاطر يعمل ايه؟ ياخد الموديل اللي استخدموه في الانجينيرنج في الحاجات التانية. العمارة على سبيل المثال ما تقدرش تبنيها غير ستيب باي ستيب، لازم تأسس، ما ينفعش تبني حاجة بعد كده غير ما تخلص بنسبة 100% وتبتدي تحط الستيب اللي بعدها اللي هي الدور الثاني او مسلح طوب وهكذا. يعني الموديل ده اتاخد كوبي بيست من ايه؟ الانجينيرنج موديلز التانية اللي هي الناس فاهماها او الناس اتعاملت بها قبل كده. الووتر فول موديل ناجح جدا بس بنوع معين من الانظمه اللي هي تقدر تعمل فيها كده. السوفت وير انجينيرنج علشان جديده، الناس لما عملت الموديل ده ما كانتش فاهمه السوفت وير انجينيرنج قوي. الجديد بقى او التحديات اللي حصلت بعد كده ان التغيرات اللي بتحصل في النص ما تقدرش تتجنبها، تغيرات كتير قوي. انت دلوقتي عملت البيزنس اناليست خلص كل حاجه في الاول وعمل ساين اوف، طيب لو في حاجه حصلت بعد كده بتتطلب ان احنا نروح نراجع الاناليسيس بتاعتنا او اللي عمل البيزنس اناليست، هنعمل ايه؟ الووتر فول موديل ما عندوش اجابه للسؤال ده. الووتر فول موديل بيقول ان انت هنا مضطر تعمل اللي عمل البيزنس اناليست، ما تغيرش فيه وتفضل تكمل كده لانه عمل ساين اوف والمرحله دي خلصت. وتكلفه الاخطاء في المراحل الاولى بتبقى كبيره جدا لان انت قدام مضطر تمشي عليها، ولو حبيت تغير هتعمل ديستربنس للبروسيس كلها. فالووتر فول موديل ما عندوش الاجابه للتغيرات الكتير اللي بتحصل وانت شغال في المشروع، وده جزء من طبيعه السوفت وير انجينيرنج. اللي حل المشكله دي الاجايل. الاجايل عمل ايه؟ الاجايل راح واخد الموديل ده كله وتقدر تقول هده. يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها اساين اوف بنسبه 100% كل ستيب قبل اللي بعدها. طبعا التلخيص اللي انا بقوله ده مخل جدا لتفاصيل كتيره في الاجايل، بس الاجايل بيقول ان احنا بنمشي iterations، كل iteration شبه ووتر فول موديل صغير كده بس على سكيل كل حاجه هتبقى سكيل صغير. فنعمل الفيتشرز نشتغل واحده واحده، نخلص اول فيتشر نخلصها ناخد ريفيو، ممكن نعدل تاني في النص، وبدل ما اللايف تايم بتاع كل تسليمه سنه لا خليها اسبوعين ولا شهر، ونبتدي نعمل iteration صغيره، كل iteration لوحدها تمشي على السايكل دي. وده بيخلي البيزنس اناليست شغال معانا طول المشروع، وساعات بيسموه برودكت اونر لان هو بيبقى فاهم البرودكت من وجهه نظر تانية بغض النظر المسميات. البروجكت مانجر بقى سكرام ماستر لان هو ما بقاش بيمانج بروجكت بالمعنى ده، ولكن بينفذ تاسكات يوم بيوم علشان خاطر يفضل ماشي مع التيم كل سبرنت. وكل واحد من الجوب ديسكريبشنز اللي انا قلتها في الاول بقت مهامه على سكيل اصغر جوه السبرنتس دي. اللي انا بقوله ده اختصار مخل جدا، ولكن في النهايه برضو بنقول
ان في بروسيس اسمها الاجايل، وبيسموها سكرام لما يبتدي ينفذ شويه حاجات ديزايند حوالين مسمى اسمه السكرام كده بالاكتيفيتيز بتاعته وهكذا. مش موضوعنا في الفيديو ده، ولكن ووتر فول، اجايل، الترانزيشن ما بينهم، تفاصيل الاجايل والستبس كلها اللي بتتاخد مش موضوعنا في الفيديو ده ومش هنقدر نغطيه كله. ولكن اختيار البروسيس او كون في بروسيس معينة علشان إنتاج السوفت وير، ده هو الفرق الأساسي بين الشركات الاحترافية والمبتدئين أو الناس اللي لسه بتبتدي. طيب نرجع تاني لموضوعنا الأساسي، وهو هل حد لسه بيبتدي أو تيم صغير أو ناس ما عندهاش الإمكانيات الجبارة اللي عند الشركات الكبيرة دي ما تقدرش تعمل سوفت وير احترافي وما يقدروش يوصلوا بالسيستمز اللي بيعملوها للمستوى ده؟ لا، يقدروا طبعا. انا بقول ان نسبة قليلة منهم اللي بيقدر، والنسبة القليلة دي هي للأول بيذاكر الماركت اللي هو هيشتغل عليه، بيفهم البروسيس بتاعة تصنيع السوفت وير، بيعرف ان التفاصيل او الفيتشرز اللي هيطلعها مش لازم تكون بناء على وجهة نظر الناس اللي في التيم ده بس. في حاجات كتير بيعملوها الشركات الكبيرة عشان يتأكد ان كل ايفورت بيتحط في اي حاجة بيعملوها بتكون في المكان المناسب. مش عايز احبطك واقول لك انك انت ما تقدرش تعمل كده، بس انا دايما نصيحتي للناس اول ما حد بيجي يقول لي انا عندي فكره سوفت وير، انا عايز اعمل ابلكيشن، انا عايز اعمل كذا كذا كذا، هو ما عندوش الخبره او ما اشتغلش في السكيل ده من السيستم، بقول له اشتغل الاول، اعمل حاجه مع شركات فعلا في الماركت وبتسلم او بتشوف الاوتكم بتاعها الاول، وبعدين فكر تعمل حاجه بنفسك او تعمل بيزنس. ومش لازم طريق النجاح الوحيد في السوفت وير انجينيرنج انك انت في الاخر تعمل حاجه لنفسك. في ناس كتير قوي تدرجوا في وظائف في شركات صغيره وكبيره وقدروا يحققوا اللي هم عايزينه من خلال ده. مش لازم دايما يبقى انت تمتلك حاجه، بس البوتنشال موجود، انت تقدر تعمل ده. ولكن ذاكر، افهم، ما تتسرعش، واتعلم من غيرك، واتعلم من الناس اللي عملت ده قبلك، اللي نجحوا واللي فشلوا وهكذا. شكرا انك سمعت الفيديو لغايه هنا، وما تنساش تشترك في القناه، ولو عندك تعليق او سؤال ممكن تكتبه